مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض الرز البخاري. أكلة كتير بسيطة وغدا رح تحبوه أكيد، وشغلته أبدا مو صعبة. طبعا بتلاقوا المقادير كلها مش تحت بصندوق الوصف. بالبداية حطيت هون الدجاج بطنجرة الضغط وغمرته بالمي لحتى أسلقه، ولو حطوله بس ورقة غار وبصلة وسط، وأي مطيبات تانية انتو بتحبوا تضيفوه ممكن تضيفوه. بس سخنت عندي هيك وطلعت هاي الزفرة على الوجه بدي شيلها. هلا في طريقتين انكم تعملوا هالأكلة، فيكم تسلقوه مثل ما شايفين انتو الدجاج أول شي يعني قبل ما تعملوا رز، وفي اللي بيفضلوا يعملوه مع الرز يعني يطبخوهن سوا. فأنا باعتبار إني رح أطبخها على جنب فهلا بدي أضيف لها معلقة من الملح، باعتبار إنه أنا طابختها بطنجرة الضغط فهذا الشي ما بيأثر. أما إذا انتو حتطبخوها مع الدجاج تكونوا تحمروه وتعملوه مع الرز عفوا، فبفضل إنكم ما تحطوا معلقة الملح لأنه هذا بيأخر عملية الاستواء. أما بطنجرة الضغط فما بيأثر. ورح أحط لها هون كمان شوي من الحبة الحلوة وغطيها هلا واتركها لحتى تستوي تماما. والطنجرة التانية حطيت شوي من الزيت ونزلت عليهم بصلة فرمتها ناعم، حط لها شوي صغيرة معلقة من الملح لحتى تسرع عملية إنه تدبل. بس دبلت هيك شوي البصلة بدي أحط عليها هلا الجزر، فرم الجزر ناعم هيك بهالشكل، فيكن تفرموه أو تبرشوه حسب اللي بريحكن. وهلا بتركهم مع بعض لحتى يدبل الجزر تماما. هلا انتو اذا بتحبوا تعملوا مثل الطريقة التانية انكم تطبخوا معاها الدجاج بهالفترة، بتحطوا الدجاج هلا وبتقلوه بعدين بتغمروه بالمي وتتركوه لحتى يستوي تماما، بعدين بتضيفوا عليهم البهارات والرز. انا باعتبار اني سويت الدجاج على جنب سلقته فلحط هلا معلقة من دبس بندورة، وفيكم كمان تحطوا بندورة كمان تفرموها ناعم وتضيفوها المتوفر عندكم. ورح ضيف عليها بالمعلقة الصغيرة شوي من الفلفل الأسود، شوي من الكمون، كاري، وبهارات مشكلة وشوي من الفلفلة الحمراء. وهلا رح نزل عليه الرز. مثل ما قلت انتو اذا عاملين بتحبوا تعملوا معاها الدجاج فبتكونوا قليتوه بهالفترة وحطيتوه غمرتوه شوي مي وتتركوه لحتى يستوي تماما، بعدين بتحطوا الرز. انا لاني سلقت كمان الدجاج على جنب اخدت المي تبعيته بدي اسوي فيها الرز. تطبخوا هلا الرز كأي رز عادي حسب انتو المستخدمين الرز حبة طويلة او القصيرة، بتعرفوا انتو المقدار المعين للمي قد بتحتاجوا وتطبخوه مثل اي رز عادي. طبعا انا صورت لقطة بس ما طلعت، انا حطيت معلقة ملح كمان للرز بس ما طلعت بالفيديو. وهون فرجيتكم شايفين كيف طالع الدجاج بعد ما حمرته بالفرن، استوى عندي تماما وحمرته وصار بهالشكل الحلو. ورز كمان هلا ثقب، بحطه على عين صغيرة بوطي تحته وبتركه لحتى يستوي تماما. وبس صار جاهز، صار عندي هيك بهالشكل، شايفين منظره ما أحلى، لونه كتير كتير حلو. هلا ريحة طبعا بتاخد العقل. وضل بس اني حط الدجاج على الوجه.
شغلته كتير بسيطة وسهلة، ما بياخد منكن كتير وقت، وطعمته كتير 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 طيبة. بتمنى انكم تجربوه، حتحبوه كتير كتير. إذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوا اللايك والاشتراك، وحبكن نشوفكم بالفيديو الجاي.